السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم النهاردة هنعمل تورتايه حلوة قوي قوي كده بالطبر. هنعمل تورتايه سونيك كده حلوة قوي اطفالي، هتعجبكم ان شاء الله. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ يلا نخش الفيديو ونشوف التفاصيل بتاعة الفيديو النهاردة. التورتايه حلوة قوي قوي ما شاء الله، جميلة طالعة تحفة كده. بأبسط وأسهل حاجة هنعمل النهاردة أحلى تورتاية في الدنيا. يلا ندخل الفيديو ونسمي بالله ونصلي على رسول الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو مش مشتركة معايا أمرايا كده ادخلي نوريني باشتراكك، تنوري معايا على طول، واشوف فيديو حلو كده او تعليق حلو منك كده تحت الفيديو. يلا نسمي بالله كده. اول حاجة انا هعمل النهاردة صينية مقاس 20. الصينية دي بتاخد ايه؟ تلاتة من البيض. اول حاجه كده بوله تكون ناشفه، واحط 3 بيضات، وهحط نص كوبايه من السكر زي ما انت شايفه اهوت. واحط طبعا فانيليا، ما عندي فانيليا سايله او احط فانيليا بودر زي ما انت عايز. احط كده حبه حلوين. هضرب بقى حلو قوي السكر مع البيض والفانيليا لحد لما ادوب السكر بس كده شويه، قبل ما انزل بالمحسن بتاعي. خلاص هدوب السكر بس كده، وهنزل طبعا بمعلقه يعني كبيره كده بس مش هرميه من ايه، من المحسن. خلاص كده ضربت البيض حلو قوي كده مع السكر لحد ما ادوبه بس كده. انا عايزه البيض يدوب، السكر يدوب حلو معايا. هنزل بقى بمعلقه كبيره كده حلوه من المحسن الجل، بس المعلقه يعني ايه مش هرميه. طبعا المحسن الجل ده يا جماعه انا بحفظه ازاي؟ اما تجيبي البرطمان احفظيه في الفريزر، صيف الشتاء حطيه في الفريزر، مش هيبوظ منك خالص. لما تيجي تاخدي منه خدي معلقه وسيبيها تفك، ويفك بسرعه يعني ما بيغيبش، وبعدين اشتغلي بيها عادي خالص. كده خلاص انا ضفت المحسن الجل. هبدأ انزل كمان بنص كوبايه من الميه، وطبعا الميه فيها قطع تلج اهي، ميه متلجه، الدنيا حر يا جماعه، لازم كل حاجه تبقى ساقعه. حتى البيض انا كنت بحط البيض في الفريزر لمده كده ايه 10 دقايق ولا حاجه، يبقى ساقع معاكي حلو، الاسبونج بيقوم معاكي يبقى حلو قوي. خلاص كده خلاص ما شاء الله، عشان حتى الاسبونج معايا يبقى خفيف، يعني لما يطلع من الفرن تلاقيه خفيف كده وحلو. هفضل بقى اضرب في المكونات بتاعتي لحد لما تتقل معايا خالص، ويبقى زي الكريم شانتيه بالظبط كده. انا عايزه الخليط ده يبقى تقيل خالص زي الكريمه كده، تبقى تقيله ما شاء الله، تبيض بقى وتبقى هي كريمه خالص. وهبدا بقى ايه اضرب فيها حلوه قوي قوي. اللهم بارك زي ما انتم شايفين اهو. اهو بصوا بشيل كده على المضرب كده خلاص، يبقى هو كده خلاص جاهز مادام ما بينزلش من على المضرب. طبعا معايا الحله اللي هي مقاس 20. طبعا بجيب ورقه من الزبده كده وبقصها كده على قد الحله، علشان خاطر إيه اللهم صل على النبي، احطها في الحله من تحت يعني. لازم نفرش يا جماعه في الحله من تحت ورق زبده او ورق حواوشي بقى، اي حاجه. الورق اللي انا بستخدمه ده ورق حواوشي يعني، مش ورق زبده ولا حاجه. اهو اي ورق عندك. برضه هغلف هبطن برضه الحروف بتاعه الصينيه كده، عشان لو الاسبونج معايا عالي ولا حاجه برضه ما يكبش يعني. بنديله مساحه حلوه عشان يعلى براحته. كده خلاص جهزت الصينيه. هكمل الاسبونج معايا، طبعا لسه ما ضفتش الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. هو ما شاء الله خلاص كده جهز معايا الخليط ده. هبدا بقى اجيب الدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان معلقه كاكاو خام اسباني، يعني اهم حاجه يكون الكاكاو حلو. دي كاكاو اسباني خام. هقلبه بقى حلو كده. وطبعا ايه هتضيفي معلقه كده من زي ما قلت لك من البيكنج باودر، معلقه صغيره او نص معلقه كبيره يعني، ورشه الملح الصغيره. خلاص كده الخليط جاهز معايا. هبدأ برضو انزل بيه، هوطي المضرب بقى على ابطأ سرعة عندي، وبعدين هبدأ انزل بالخليط واحدة واحدة، بخليط الدقيق بتاعي واحدة واحدة كده. ولو حابة تضيفي معلقتين من النشا شيلي المعلقتين دقيق وحطي معلقتين نشا. وهضرب بقى زي ما انتوا شايفين اللهم بارك اهو، ما شاء الله ما شاء الله. الضرب ما بياخدش معاكي حاجه، بس على ما تعودي كده. وزي ما قلت لكم قبل كده، السبونج بتاعنا او التورته او الجاتو او اي حاجه ما بينفعش غير بالمضرب الكهربائي او العجان، لكن الخلاط ما ينفعش، هاند بلندر الكلام ده كله ما ينفعش. خلاص بقى كده جاهز معايا. هبدا بقى اقلبه من تحت لفوق كده، عشان لو في دقيق في الاسبونج ولا حاجه يضيع خالص. وهبدا اصبه في الصينيه او في الحله بتاعتي. عايزه اقول لك المكونات دي كمان ممكن تعملي منها دستة جاتو، تتحط في صاج 30 في 40 وتطلع لك احلى دستة جاتو. خلاص كده اللهم بارك كده جاهز معايا اهو. هحطه بقى في الفرن يستوي. هياخد معايا في الفرن حوالي مثلا 45 دقيقه في الحدود دي كده. اللهم بارك. نبدأ بقى نقشر كده الاسبونج بتاعنا، او نقشر الحوش الورق خالص، ورق الزبدة ده او ورق الحواوشي.
طبعا الاسبونج طري وجميل جدا، حاولي انك تعمليه قبلها بيوم علشان خاطر ما يفرولش منك ولا اي حاجه. وهبدا بقى ايه اقطعه. هقطع الاسبونج النهارده على 4 طبقات. شايفين الجمال؟ شايفه شكل الاسبونج عامل ازاي؟ عايزه اقول لك عسل قمر كده. يبقى انا قطعت النهارده الحله بتاعتي ديت على 4 طبقات اهي. اللهم بارك اهو. اهو بصوا 4 طبقات ما شاء الله زي العسل. والاسبونج هش وخفيف وزي ما انتوا شايفينه عامل ازاي. اللهم بارك اللهم بارك. دي يا جماعه الحله اللي هي مقاس 20. يلا بقى هنبدا نعمل الكريمه بتاعتنا برضو مع بعض. انا هحط كده إيه الكريمه بتاعتي. هستخدم اول حاجه كوبايه. طبعا التورتيه دي خدت مني كوبايه ونص من الكريمه. اول حاجه بس هستخدم كوبايه عشان خاطر اجلس بها احشي بها التورته. وبعدين ايه هجلس بس اللي هي التجليسه الاولانيه. هحط برضو كوبايه من السكر. هحط قصدي كوبايه من الكريم شانتيه. وهحط ربع كوبايه من السكر. وهضيف طبعا الكوبايه هحط عليها. طبعا شايفين الميه فيها قطع تلج. هحط كوبايه ونص من الميه. لان احنا في الصيف احنا بنزودش الميه قوي عشان تبقى الكريمه متماسكه معانا وحلو. والميه قلت لكم اهم حاجه تكون فيها قطع تلج زي ما انتم شايفين. انا حاطه الميه ساقعه وحطيت فيها قطع تلج كمان. هبدا اضرب الكريمه بتاعتي بقى لحد لما بصوا تبقى معايا تقيله كده وحلوه. عشان نبدا نحشي بقى التورته بتاعتنا ونجلس على طول. اللهم بارك. نعمت معايا وبقت عسل. طبعا دي كلمه يا جماعه هي برطب المتحده. خلاص ما شاء الله اللهم بارك عسل. بصوا جميله خطيره طعمها زي العسل. خلاص كده جهزت معايا. هجيب بقى القاعده بتاعتي او القاعده الدواره كده. وهجيب إيه اول طبقه كده من التورتايه. وهبدا احط بقى واجلس. طبعا يا جماعه التورته بتاعتي مش عايزه كريم، مش عايزه تتسقي لان هي طريه جدا. هبدا احط ال4 طبقات على بعض. وان كل طبقه وطبقه كريمه. وهحشي برضو كريمه شوكولاته. وهحشي شويه كريسبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. طريقه الطبقه اهيت. وهبدا برضو احط كريمه. طبعا الحشوه دي تطعيمات كده من عندك بس بتفرق في طعم التورته. بتخلي طعمها حلو قوي قوي. والحشوات دي بقى زي ما انت عايزاه تحشي بقى حسب الطلب اللي بيجيلك يعني او اللي يجي عندك. دي اخر طبقه اللي هي الطبقه الرابعه. هبدا بقى اجلس التجليسه الاولانيه واحطها في الفريزر. انا دي بس بلم كده فتافيت الكيك الاول وبجلس التجليسه الاولى يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا طبعا بجلس بالسباتيولا اللي في ايدي عادي خالص لان دي التجليسه الاولى. وبعد كده هبقى اشتغل بقى بالسكريبر يعني وكده. بس انا قلت بس الم فتافيت الكيك كده واعمل التجليسه الاولى كده عشان احطها في الفريزر تستريح خالص وتاخد وقتها في الفريزر قبل التجليس الاخير او قبل الفينش الاخير. يلا يا امارك ده لسه محطش لايك انزلي بس كده دوسي على الزرار وحط لايك ونوريني كده باشتراكك الحلو لو مش موجوده معايا. واكتبي لي تعليق جميل زي كده. خلاص زي الفل كده. ومسحت كمان القاعده بتاعتي وبدات بقى ان انا اشد بس كده واسوي كده. طبعا التجليس يا جماعه بياخد وقت مش سريع يعني ولا حاجه. هو التجليس بس اللي في التورته بياخد وقت بس على حسب ما ايد الواحد تتعود بقى يعني. الواحد ايده اتعودت عليه خلاص. انا كده بقى يا جماعه حاطه في الفريزر حوالي ساعه ساعتين زي ما انت حابه بقى. حطها ساعتين 3 ممكن تعملها من وسيبها لتاني يوم عادي. انا سبتها في الفريزر حوالي 3 ساعات. ضربت كمان نص كوبايه كريمه زي ما قلت لكم يعني. جلستها بكوبايه وعملتها من بره كده التجليسه الاولى. وحطيت لها نص كوبايه. وبعدين بقى عملت حطيت لها كوبايه قصدي. ودي عملت بقى نص كوبايه كريمه. ضربت لها نص كوبايه كريمه تانية عشان اعمل بقى الفينش الاخير. طبعا ده الوان ماجيك يا جماعه. الوان صحيه حلوه غذائيه. طبعا عشان هنعمل هنعملها باللون الازرق يعني. هنعمل بالطبر اللي هو الطبر بتاع سونيك. مطلوبه يعني طبر سونيك لانها لولادي يعني وكده. تورته عيد ميلاد لولد يعني. طبعا هنعملها طبعا باللون الازرق زي ما انتم شايفين اهو. يعني هو اللون كان سماوي كده مش ازرق غامق.
حطيت نقطة واحدة بس من اللهم صل على من الوان الجل، وبدأت ان انا ايه هعمل بقى كده بيها، هزين بها يعني. احط بس كده تحت الاول كده على على التورتيه من تحت اهو بالطريقة دي كده. التجليسة التانية بقى، دي التجليسة التانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. واحط بقى كريمه بيضه من فوق كده. طبعا اللي التورتيه علشان متسقعه حلو في الفريزر مش هتتعبك خالص، بتتجلسي براحتك بقى، وتلاقيها سهله كده وجميله جميله ما شاء الله. خلاص سهله خالص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله اهوت. هجلس بقى عادي خالص زي ما قلت لكم. زي ما التورتيه متسقعه حلو، ما بتتعبيش فيها خالص يعني. ما شاء الله بتبقى التجليس مرتاح. وزي ما قلت لكم هو تجليسها بقى في المرحله الاخيره ديت هي اللي بتاخد وقت، بس واحده واحده كده ايدك هتتعود وهتعملي ان شاء الله كل حاجه. اللهم بارك. شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ تحفه يا جماعه. طبعا هساوي برضو حته الاقيها واطيه، حته الاقيها عاليه مش مظبوطه، بقعد بقى المعها بعيني كده واقعد اسوي فيها ايه لحد ما تظبط معايا وتبقى زي الفل. إيه الوش كده مش راضي يتساوى معاكي، روحي بلي السكريبر ميه كده وقومي إيه تديله مسحه كده خفيفه خالص، هيتساوى معاكم ويبقى زي العسل. خلاص انا كده يعتبر خلصتها اهوت. راح احطها في الفريزر برضو شويه كده علشان نبدا بقى نحط الطبرات دي. يا جماعه طبرات سونيك اهيت. سونيك طبعا الطبر ده انت بتنزليه من برنامج وبتطبعيه في اي مطبعه. تقولوا مثلا عايزه اطبع الصوره ديت هيطبعهولك، يعني اي مطبعه بقى وتطبعيه وتمسكيه بقى تقصيه وتعمليه زي ما انت شايفاه كده، زي ما انا بعمله كده. اللهم بارك اهو. بصوا الجمال اهو. ايه رايكم؟ وطبعا بمسكه اقصقصه بقى، وتجيبي بقى خله من خله السنان او عيدين صن الشيش طاووق ديت او صن الشيش طاووق، وتبداي بقى ايه تعمليها كده بالشمع، تلزقيها فيها بالشمع كده، وتبداي بقى تحطها كده. طبعا اللي كانت العامله اللي كانت طالباها هي كانت بعتلي صوره وانا عملت لها شكلها يعني وكده اهي. ايه رايكم؟ شكلها زي العسل. اللهم بارك. شويه نجوم بقى، شويه قلوب، شويه الدوائر الصفرا ديت. طبعا انا مفرغه كل الطبر يعني اهو. زي ما انت شايفه كده بيبقى شكلها رقيق وشكلها حلو. اللهم صل على النبي. ممكن تكتبي الاسم بقى او تكتبي اسمي بينطبع برضو زي ما انت حابه يعني. خلاص اللهم بارك. ايه رايكم في الجمال؟ شكلها حلو قوي وما شاء الله ما شاء الله، شكلها تحفه يا جماعه. قولوا رايكم بقى كده في التعليقات. قولوا رايكم في التورتيه الحلوه ديت. هستنى منكم رايكم ان شاء الله.